بسم الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل معاكم النهارده كيكه الشوكولاته. كيكه رهيبه، طعم خطير وبامكانيات جميله. يعني امكانياتها كانت في البيت، ما كلفتش نفسي كتير يعني. وعايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله اللهم بارك اتاكلت واحنا واقفين كده في المطبخ، ما استنوش لما خرجنا الصاله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا كوبايه سكر ونص كوبايه كاكاو وكوبايه حليب او لبن، وهنحط نص كوبايه زيت، وهناخدهم بقى كده على الخلاط نضربهم. هنا خلاص خلصت. هاخد بس جزء من الصوص ده في بولة كده واركنهم على جنب. وهنزل بقى معايا هنا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، يعني تطلعيها كده من التلاجة قبلها بساعة أو نص ساعة كده. وهنزل بباكون من الفانيليا أو نص معلقة كبيرة ومعلقة خل، برضو ضربتهم في الخلاط. وهاجي بقى هنا معايا كوبايتين دقيق وباكو كيك شيف، ومعايا ربع معلقة ملح، وهقلبهم على بعض كده واروح نازله بالخليط السايل وهقلبهم حلو كده مع بعض. هنا كان لقيت العجينه كده عايزه يابسه شويه، حطيت لها نص كوبايه من الحليب، وهقلبهم تقليبه حلوه في اتجاه واحد ومن تحت لفوق. خلصت كده، جبت صينيه ودهنتها معلقه زيت كلها، وهنزل بقى بالخليط كله. انا هنا مشغله الفرن ومظبطاه على 180 درجه الحراره. هخبط بس الصينية كده خبطتين، اطلع الهواء منها وهوديها بقى على الفرن. الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق. خلاص كده، تعالوا بقى نعمل الكريمة. هنا كيس من الكريم شانتيه، وهنزل عليه بكوباية من اللبن، بس انا ما حطيتش الكوباية كلها، لبن مسلك في قطع تلج انا بوريها لكم كده. ما حطيتش الكوباية كلها، هضرب بس الاول الخليط واشوف لو محتاجة لبن هحط لها تاني. انا اخدت منها بس ايه بتاع معلقتين زيادة كمان من الكوباية دي، ما خدتش كوبايه اللبن كلها. وافضل اضرب كده لحد ما الاقي ايه الخليط بقى اتعمل معايا والفوم اتعمل. هنزل بس بمعلقتين او 3 من الصوص الشوكولاته اللي انا عملته عليها، وهقلبهم مع بعض. هنا خلاص كانت خلاص الكريمه اتعملت، بقت بالمنظر ده. هدخلها بقى التلاجة، هسيبها في التلاجة لحد الكيكه ايه ما تخرج وتبرد. هنا خلاص الكيكه كنت خرجتها وبردت، اللهم بارك. بصوا ما شاء الله. هنزل عليها بس بمعلقتين من اللبن، ولو عندك واحدة خلة كده، انا نزلت بواحدة خلة بس ما صورتهاش، وبعدين نزلت باللبن. هنزل بقى بالكريمة، بتنزلي بيها بعد الكيكة ما تهدى خالص، تفرديها بقى عليها. هنزل بالكريمة كده وهفردها عليها كلها. ما شاء الله اللهم بارك، كانت طعمها خطير. لا تقولي بقى تورتايه ولا تقولي جاتوه، وحاجة فرحت بيها الولاد كده. يوم الاجازة كان يوم الجمعة عملتها. هفرد بقى الكريمة كلها عليها كده واغطي الكيكة كلها من كل اتجاه كده. تمام. وياريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناة. خلاص كده تمام اهي، فردتها وسويتها. هدخلها التلاجة شوية كمان كده، مقدار ايه نص ساعة. خلاص كده تمام، الكريمة كده جمدت اهيت وبقت ايه تمام. هنزل بقى بصوص الشوكولاتة عليها. بص بقى مخلي طعمها، وكان بتبظ من كل ناحية الكريمة بالصوص. طعمها كان رهيب ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى هنزل بقى هسويها انا كده بالطريقة دي، مش بالمعلقة او تمام كده. برضو هدخلها التلاجة تاني شوية، نص ساعة تاني، واسيبها بس ايه الصوص يجمد عليها كده شوية، وارجع اقطعها معاكم. تمام كده. خلاص كده هقطعها بقى. عايزه اقول لكم ايه الشعب كله كان واقف ورا الكاميرا. ما شاء الله اللهم بارك. هي ريحتها كانت جميله وطعمها كان اجمل بصراحه. ما شاء الله طلعت جميله، هشه وجميله.
وطعمها خطير، ولا شوكولاتة كلفنا ولا اي حاجة. الصوص دوت بيغني عن الشوكولاتة خالص، مع الكريمة جميلة جميلة جميلة. وفرحت الولاد وقضينا يوم الاجازة والحمد لله. اعمليها وفرحي ولادك، وامكانياتها بسيطة يعني مش مكلفة للدرجة. شوفي انتي عشان تجيبيها من بره هتتكلف قد ايه، وهيكون تمنها كام. اي اللهم صل على النبي، ما شاء الله، هشة وعالية، وطعم الصوص والكريمة خطير. يعني بصوا ما شاء الله، انا كده كنت عمالة اغرف في اطباق، انا ما ادونيش فرصة ان انا اصور ولا اظبط اي حاجة. يعني كنت كل ما اطلع قطعة في طبق ياخدوها. جربيها وقولي لي رأيك ايه. اللهم بارك، طعمها كان خطير. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه.